أهلا وسهلا بيكي، أتمنى إنك تكوني بخير. سواء كنتي بتحطي مكياج كامل أو أنتي من الناس اللي بس بتمشي بقلم الكحل جوه عينك علشان تنوريها، فأكيد قابلتك مشكلة إنه بيسيح وبينزل على جفنك اللي تحت وبيعملك الشكل اللي خبراء التجميل والميك اب ارتست بيسموه عيون الباندا أو الباندا آيز. في الفيديو ده هقولك إزاي تقضي يوم كامل بالكحل من غير ما يتحرك من مكان، وهتشوفوا ده في آخر الفيديو. هصور لكم عيني آخر اليوم وتشوفوا ازاي انه كان ثابت في مكانه. بس أتمنى انكم تشوفوا الفيديو للآخر لأني هقول خطوات مهمة ضروري نمشي عليها، وهشرح طريقتين لو انتي بتحطي مكياج كامل أو لو انتي مش هتحطي مكياج خالص وبس بتكتفي بالكحل جوه عيني. ويلا بينا نبدأ الفيديو. المنطقة اللي هتكلم عليها دلوقتي هي اللي أنا موضحاها في الصورة بالخط الأحمر. هقول عليها تحت الجذور، هقول عليها خط الرموش، هقول عليها أي حاجة، هي دي المنطقة بس اللي أنا بتكلم عليها. بتبدأ من زاوية العين الداخلية لحد زاوية العين الخارجية بالظبط تحت خط جذور الرموش. بعد ما هنكون رطبنا وشنا هنستنى عليه شوية لحد ما جلدنا يمتص المرطب. رقم 1، هنجيب قطنة الودان ونمسح الخط ده اللي باللون الأحمر في الصورة رايح جاي لحد ما نتأكد إن مفيش بواقي مرطب عليه. المنطقة دي ضروري تبقى جافة ومفيش عليها أي منتجات. رقم 2، لو انتي مش هتحطي مكياج الخطوة دي عديها واعملي الخطوة اللي بعدها. لو انتي هتحطي مكياج هيبقى معادك كونسيلر، وعايزين على قد ما نقدر نتفادى الخط ده الأحمر في الصورة. ولو ضروري نحط عليه كونسيلر يا دوب نحط بواقي كونسيلر اللي بتبقى على الفرشة أو على إسفنجة المكياج اللي هي بيوتي بلندر بطريقة خفيفة. ولو غصب عنك زودتي امسحيها بقطن تنظيف تاني زي ما عملنا مع المرطب، وامشي عليها بعد كده بالبيوتي بلندر عشان تسحب أي زيادة أو أي منتج موجود في المنطقة دي. رقم 3، والخطوة دي هنعملها كلنا مع بعض سواء بنحط مكياج أو مش بنحط مكياج. هنجيب فرشة توزيع صغيرة ونحط عليها من بودرة التثبيت ونخبط الفرشة على العلبة مرتين 3 عشان نشيل من عليها أي بودرة زيادة، لأن احنا عايزين شوية صغيرين جدا، وهنحطها على الخط اللي أنا موضحاه في الصورة في نفس المكان تحت جذور الرموش. هنمشي عليها مرتين 3 رايح جاي بطريقة خفيفة ونتأكد إن إحنا حطينا بودرة على الزاوية الخارجية تحتها وكمان تحت الزاوية الداخلية للعين، ودي مهمة جدا المنطقتين دول علشان الكحل بيتجمع فيها ويبقى سهل قوي إن هو يسيح ويطلع براها. بالنسبة للناس اللي بتحط مكياج انت كده كده بتثبتي الكونسيلر بتاعك ببودرة التثبيت، في الوقت ده بتعملي الخطوة دي اللي أنا قلت عليها اوريدي. رقم 4، طريقة رسم الكحل. مبدئيا قلم الكحل لازم يبقى مضاد للمية، ما فيهاش كلام. في الماركات الرخيصة أنا بستعمل واحد منهم دلوقتي في الفيديو واللي هي ماركة ريميل لندن، القلم اسمه سكاندل ايز ووتر بروف. واللي يقدر يشتري ماركات غالية أنا أنصح بأكوا ريزيست كولر بنسل من ميك اب فور ايفر. هحط لكم الاسمين على الشاشة، صوروهم وبعد ما تخلصي الفيديو ادخلي على جوجل حطي الاسمين على جوجل هيطلع لك بيتباعوا فين في البلد اللي انت فيها أو في المكان اللي انت فيه. بالنسبة لطريقة رسم الكحل مهم قوي ان طرف القلم ينزل على خط الجفن من فوق لجوه العين، بطول الخط نروح بالقلم رايح جاي. مش عايزين القلم يكون قدام العين ولا جنب العين ولا جاي من تحت العين، لان احنا مش عايزين نلون جذور الرموش كمان علشان ما تسحش مع الوقت. فالقلم ينزل من فوق زي ما انا بعمل في الفيديو كده بالظبط. وطبعا ما تنسوش تكحلوا الجفن اللي فوق من جوه برضو تحت خط الرموش عشان يبانوا اتقل. بعد الكحل انا حطيت ماسكارا لان انا متعودة على ده وعندي خبرة وهعرف اعمل الخطوات اللي جاية بعد كده. لو انت مش متمكنة قوي بلاش اجلي الخطوة دي لبعد الخطوتين الجايين علشان ما تبوظيش الماسكارا بتاعتك ورموشك تلزق في بعض او يحصل اي سيحان من الماسكارا تحت عيني. رقم 5، ودي كمان خطوة هنعملها سواء بنحط مكياج او لا، هنرش سبراي التثبيت ونتأكد انه جه على عينينا، لكن ما نقربش الازازه قوي من عينينا عشان ما يبوظلناش مكياج لو احنا حاطين مكياج، وعلشان كمان ما يدخلش جوه عينينا. الناس اللي بتحط مكياج الخطوه دي كده كده انتوا بتعملوها
في آخر المكياج، فهي مش خطوة هتعملوها مخصوص. رقم 6، ودي كمان خطوة هنعملها سواء بنحط مكياج كامل أو لأ. هنرجع بنفس فرشة التوزيع الصغيرة اللي استعملناها قبل كده، هناخد شوية بودرة من بودرة التثبيت ونخبط على العلبة 3-4 مرات لغاية ما ننزل البودرة الزيادة اللي على الفرشة، وبعد كده نطبطب بالفرشة رايح جاي من أول زاوية العين الخارجية لحد تحت الزاوية الداخلية للعين. وهنحتاج نزود مرة كمان في النص في الطريق كده علشان السائل اللي احنا كنا حاطينه بتاع السبراي هيمتص البودرة اللي على الفرشة بسرعة. نزود الفرشة بالبودرة مرة في النص، وكده السائل بتاع السبراي اللي حطيناه هيثبت البودرة اللي كنا حاطينها تحته قبل ما نرشه، وكمان البودرة اللي اتحطت فوقه وهو بينشف هيكون عامل حاجة شبه الحاجز ده هيتكون تحت خط الرموش، هيمنع الكحل من ان هو يسيح وينزل على الجفن التحتاني. ما تخافوش، الخط ده او الحاجز اللي هيتعمل حاجة مش هتبقى واضحة لأي حد ولا حتى ليكوا انتوا شخصيا لما تبصوا في المراية. وبكده أنا خلصت الخطوات باختصار. رقم 1 تنظيف تحت العين، 2 هنحط بودرة تثبيت على الخط، رقم 3 رسم الكحل من فوق خط الجفن، رقم 4 هنحط سبراي تثبيت، رقم 5 هنرجع نحط بودرة تثبيت بسرعة قبل السبراي ما ينشف. يا ريت تجربوها وتكتبوا لي رأيكم في التعليقات. دي عيني بعد ما عدى 8 ساعات النهار ونزلت عملت مشاوير، مفيش كحل سايح ولا حتى اتحرك من مكان. وبكده الفيديو يكون خلص. أرجو إن الفيديو يكون مفيد ليكم، وأشوف وشكوا على خير. باي.